يا صباح الفل او يا مساء الفل. شوفوا بقى، انتوا بتتفرجوا علينا في اي وقت. النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد، ريفيو منتجات عم جمعه. عم جمعه بقى من فتره كده عمل ترند جديد اسمه كومبو كونو. هو شكل الكونو بس ايه، فيه شويه حبشتكنات. يلا بينا نجرب الكومبو كونو ومعاه باقي منتجات عم جمعه. اوعوا تروحوا في اي حته. منتجات عم جمعه. يلا بقى نشوف دلوقتي. معانا الكومبو فانيليا وكراميل اللي هو اصلا كان معمول عليه الترند. ده شكله. تعالوا نفتحه ونشوفه مع بعض. هو ده بقى يا جماعة شكله. بس هو طبعا يعني انتوا عارفين الجو حر فساح. ده بيكون شكله كده. يلا ندوقه بقى مع بعض ونشوف. طبعا هو فانيليا متغطية بكل ده شوكولاتة. طبعا الشوكولاتة بتبقى كل ده شوكولاتة، بس هو عشان الحر كل ده ساح. بس طبعا طعمه جامد جدا. تعالوا نشوف نجرب اللي بعده. اللي بعده حاجة كده زي ساندويتش، اسمها فريسكو فانيليا اند كراميل. ده بيكون شكلها. البسكتس اللي من بره شكل البسكتس بتاع الوافل. تعالوا نفتحها بقى كده وندوقها. بصوا ده بيكون شكلها. طبعا طبقة البسكتس اللي من فوق دي هشة جدا. تعالوا بقى ايه نشوف كده. هي كريمة محشية شوكولاتة. تعالوا نشوف. مم. كريمة محشية شوكولاتة، متغطية بطبقة هشة كده من البسكوت زي ما انتوا شايفين. طبعا نسيت اقول لكم ان الكومبو فانيليا وكراميل ده ب10. وهنا بقى كل الاسعار من متراوح 7 ل6، مفيش اغلى من كده. هي الاسعار بتاعته ما بين 7 و6. واغلى حاجة عنده اللي هو الكومبو دوت اللي هو شكل الكون ده ب10. تعالوا نشوف بقى حاجة تانية اسمها سنيكرز كراميل بسكتس. دي شكلها غريب شوية، بس شكلها عامل ازاي. ندوق مع بعض. مم. بصوا، هي كريمة فيها مكسرات زي سوداني كده، متغطية بطبقة من الشوكولاتة البيضة طبعا المتجمدة زي ما انتوا شايفين كده. نشوف اللي بعده. واللي معانا برضو كل ده طبعا منتجات فرايداي. ده اسمه دبل شوكليت. تعالوا نفتحه كده مع بعض. دبل شوكليت ده زي القصيد كده. انا هفتح لكم لحد الاخر. تعالوا بقى ندوق. طبقة من الكريمة، طبقة من الشوكولاتة محشية، متغطية بشوكولاتة بالمكسرات. طعمها تحفة. طبعا زي ما بقول لكم الأسعار تتراوح ما بين 6 7 8. والكومبو دوت ب10. ما عندوش أغلى من كده. تعالوا نشوف بقى. ده اسمه كوكيز ويتش. تعالوا نفتحه مع بعض وندوقه.
برضو السعر بتاعه 6 7 8، يعني ما بيزيدش عن كده. انا بس كنت ليا رجاء من فرايداي، يا ريت الثلاجات بتاعتكم تكون يعني تكون بارده اكتر من كده شويه، لان انا اصلا جايبه الحاجه مش متجمده، يعني انا جايبه الحاجه وسط، اللي هو عادي كأن انا مخرجاها من ثلاجه عادي، مش من يعني مش من ثلاجه مجمده. ف... واحنا كمان في صيف، فاكيد طبعا بصوا المنظر. هي يعني انا ما عنديش اي مشكله، وعارفه كمان ان النور بيقطع وكل الكلام ده بيأثر، بس برضو لازم ان انا اتكلم في حاجه زي كده واقول رايي يعني. تعالوا نشوف بقى الكوكيز ويتشي ده طعمها ايه. بصوا هو عباره عن كيك هش خالص بالشوكليت ومحشي كريمه زي ما انتم شايفين كده. برضو السعر 6 7 8، مش اكتر من كده. ده بقى اسمه جو اون شوكليت. جو اون شوكليت ده طبعا هو ايس كريم آه بالشوكليت، وعليه كريسبي شوكليت او كريسبي بسكوت بالشوكولاته زي ما انتم شايفينه كده. تعالوا بقى ندوق عشان نشوف الطعم ايه. هيخليكوا طايرين في حته تانية خالص، بجد طعمه حلو قوي يعني. بصوا، ومش بخلين على الشوكولاته اللي فوق دي، كتيره ما شاء الله، مش قليله، مش مجرد مثلا ان هي ان هي جرنشه من فوق كده وخلاص، لا كتيره. تعالوا بقى نشوف اللي بعده. دي بقى اسمها برضو جو اون ستروبري. جو اون ستروبري دي بالفراولة، كريمة بالفراولة، عكس دي كانت اللي هي اللي احنا كنت باكلها قدامكم من شوية، دي بالشوكليت، دي بالستروبري بالفراولة، وهي كريمة عليها صوص الستروبري. بصوا بقى كده، بصوا كريمة بصوص الفراولة. يلا بسم الله. حلو، بس انا يعني الماي فيفورت بتاعتي اللي انا فضلتها عن ده اللي هو الكوب الشوكليت ده صراحة فظيع خطير يعني. يعني اللي بيحبوا الفراولة هيبقى طعمه مفضل ليهم، بس انا بالنسبة لي ده فيه شغل كتير، فيه شوكولاتة وفيه جرنشة وساقع من جوه والجو حر فبيفرق يعني. ده بقى برضو من فرايداي اسمه فولكانو. تعالوا بقى نفتحه مع بعض ونشوف طعمه ايه. هو الواضح كده ان عليه كمية مكسرات كتيرة جدا، وكريمة وشوكولاتة، وطبعا طبقة البسكويت اللي انتوا شايفينها دي. قولولي بقى اكتر حاجة بحبها ايه في الكون ده؟ الجزء اللي تحت ده، لانه بيكون غرقان شوكليت، بيكون طعمها في حتة تانية يعني. يلا ندوق، بسم الله. زي ما قلت لكم، كريمة متغرقة بالمكسرات، اكيد سوداني يعني، كلها كريمة وكلها سوداني، وطبعا فيها شوكولاتة لحد تحت، وطبقة البسكوت دي. ده كده الحاجات كلها بتاعت فرايداي اللي احنا جبناها النهارده. يلا بينا بقى نقول التقييمات ايه من اول حاجه انا جبتها لحد ما خلصت. دلوقتي بقى هنقيم الكومبو. طبعا الكومبو اتظلم في ان هو اصلا جاي لي سايح، يعني جاي من بره سايح، بس يعني بصوا يا جماعه، هو طعمه حلو جدا، والشوكولاته بتكون ماليه الكريمه. بجد انا طعمه حلو وطعمه عجبني قوي. انا علشان خاطر هو سايح وكده انا هديله مثلا 8 من 10. بس هو كاختراع، لا يعني كاختراع هو عجبني جدا، وهيعجب اي حد هيشتريه وياكله في نفس الوقت. ما تجيبوش وتروح بيه، صدقني الدنيا هتبوظ منك خالص. يلا نشوف التقييم اللي بعده. دلوقتي بقى هنقيم
اللي هو اللي كان شكله عامل زي الويفل دوت، اللي هو البسكوت الهش ده، اللي هو كان اسمه فريسكو فانيليا اند كراميل، اللي هو ده حاجه خفيفه جدا، حاجه لايت جدا. يعني ممكن لو انت ماشي كده في الشارع حران ترطب على نفسك بيه، هيعجبك قوي. طبعا انا قلت ان هو محشي كريمه ومحشي شوكليت وخفيف. وعايزه اقول لكم ولا ان هو مثلا ممكن يسيح منك ويضايقك، لا عادي كانك بتاكل ساندوتش بالظبط. فانا اديله 9/10. يلا اللي بعده. طبعا ده كان اللي هو الدبل شوكليت. طبعا انا دوت اديله 10/10. ليه بقى؟ اولا محتفظ بطبقه الشوكليت اللي عليه، ما وقعتش، تمام. ومحتفظ بالتجميد اللي جوه، اللي هو المحشي الحشوه اللي جوه، اللي هي الشوكليت والكريمه، ولا ساحت ولا الطبقه بتاعت الشوكليت وقعت ولا اي حاجه خالص. وانا الصراحه بحب ده جدا، بيفكرني بايام طفولتي. فانا اديله 10/10، هيعجبكم قوي، جربوه. يلا اللي بعده. وده لو كنتوا فاكرين ان هو اسمه سنيكرز بسكويت كراميل. تعالوا بقى نفتكر كان شكله عامل ازاي. ده لو كان لسه يعني باقي على شكله. للاسف هو مش باقي على شكله، لانه بس هو ده يعني لو تفتكروه. مش عارفه انتوا بقى شايفينه ولا لا. اللي هو كان فيه كريمه من جوه ومحشي مكسرات، وعليه طبقه الشوكليت البيضه. فاكرين؟ طيب الصراحه انا يعني كرأيي الشخصي، انا ما بحبش الشوكليت البيضه خالص، تمام. وانا يعني مثلا بصوا، هو ده اللي انا طلعت بيه. هو كطعمه حلو جدا، بس ما عجبنيش. يعني حسيت ان هو تقيل شويه، واصلا الشوكولاته البيضه دي بتكون تقيله شويه. هو طعمه ما عجبنيش. انا اديله 6/10. يلا نشوف اللي بعده. وده بقى كان الكوكيز ويتش، اللي هو اللي كان شكله عامل زي الساندويتش ده. وما شاء الله وسبحان الله، اختفى كده والله. ده شكله، مش عارفه اهو لو تفتكروه. بصوا هو ده خفيف برضو وطعمه حلو وهيعجبكم. انا اديله 8/10. يلا نشوف اللي بعده. الكون الفولكانو دوت، هو طعمه حلو وكل حاجه، هيعجب اللي بيحب المكسرات جدا، هيدخل دماغه. فانا هديله 6/10. اللي بعده. وده اللي هو كان جو اون شوكليت. فاكرينه؟ جو اون شوكليت ده انا اديله 10/10، اديله 100/10، اديله 1000/10. بجد طعمه عجبني جدا، انا حبيته قوي. حبيت الشوكليت اللي محطوط عليه، او البسكويت بالشوكولاته اللي محطوط عليه. بجد عجبني قوي، وانصحكم اول ما تلاقوه كده هاتوه. بصوا هيخلوكم مبسوطين جدا. بجد انا بجيبه بحس ان انا مبسوطه. اللي بعده الجو اون ستروبري، او الجو فراوله، اللي هو الكريمه بصوص الفراوله. بصوا طعمه حلو قوي ولسه محتفظ بجمدانه. اديله 9/10. طعمه حلو قوي وهيعجبكم. وبكده اكون وصلت معاكم لاخر الحلقه، ويا رب تكون الحلقه بتاعتي عجبتكم النهارده. متنسونيش بقى في اللايكات والسبسكرايب والشير. اشوفكم في حلقه جديده. سلام.